بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الطريقة الوحيدة المضمونة 100% لمعرفة جنس الزغاليل الحمام. تمام؟ بس قبل ما هنقول لكم على الطريقة دي، في شوية اجتهادات كده لازم نعرفهم الأول. بما اننا غوات حمام يعني، فاحنا لازم نبقى نجتهد في ان احنا ازاي نعرف الذكر من الانثى في الحاجه اللي احنا بنربيها، بما انها هي اصلا صعبه. يعني في طيور الحمام معرفه الذكور من الاناث وخصوصا الزغاليل بتبقى صعبه جدا يعني. ولكن احنا بنعمل شويه اجتهادات كده بتبقى بنسب عاليه، بنعرف منها الذكر من الانثى في الزغاليل. اول حاجه يا جماعه هنعرفها مع بعض حجم الزغاليل. بمعنى دول جوز زغاليل، تمام، طالعين مع بعض. الحجم بتاعهم واحد كبير شوية والتاني صغير شوية، يبقى بنقول على ده بنسبة كبيرة ذكر وديت بنسبة كبيرة أنثى. تمام كده؟ يبقى حجم الزغلول اللي كبير شوية ذكر، والزغلول الصغير شوية أنثى. طب ديت حاجة مضمونة يعني 100%؟ لا طبعا، ده اجتهاد، برضو ممكن يطلعوا ذكرين أو 2 أنثى. طيب ايه تاني غير الحجم؟ في حاجة كده يا جماعة احنا بنقول عليها زرنيخة، هي الغدة الزيتية اللي بتبقى ثانية واحدة. يعني ده مثلا ده قص زغاليل، حد يقدر يجزم فين الذكر وفين الأنثى؟ محدش يقدر يحدد 100% فين الذكر والأنثى، ولكن اجتهاد من المربي نفسه بيقول مثلا ده كبير شوية، ده صغير شوية، ممكن تطلع دي أنثى، ممكن يطلع ده ذكر. تمام؟ ده دماغه كبيرة شوية، ده دماغه صغيرة شوية، وهكذا. يعني دي كلها اسمها بنجتهد عشان نعرف الذكر من الأنثى في الزغاليل. طيب تعالوا بقى نقول على اللي هي الغدة الزيتية. الناس اللي هي بتقول عليها دي اللي هي في آخر الذيل من هنا اهي، تمام، بنكشف عليها كده. ناس كتيرة اتكلمت في الموضوع، يقول لك ايه بقى؟ اهي انا هحاول اوضحها لكم يا جماعة. ديت اسمها ايه؟ الغدة الزيتية. تمام؟ احنا لو لمسناها كده تلاقي اصلا عليها زيت اهي، هي اسمها الغدة الزيتية. في ناس تانية تقول عليها زلموكة او زرنيخة، حاجات زي كده يعني. طبعا المتعارف عليه بقى لما بنتابع ونشوف الحاجات دي، تقول لك ايه؟ لو فيها خط هي مقسومة 2 دي انثى، لو واحدة بس تبقى دي ذكر. وده طبعا كلام مش مظبوط برضو، لان ساعات بيطلع المقسومة بيطلع ذكر والواحدة ساعات بتطلع انثى، فالموضوع ملوش اي مقاييس. دي كلها برضو بنقول عليها اجتهاد، يعني اجتهادات يعني. طيب في ناس تانية يقول لك السرة لو هي حجمها كبير تبقى ذكر، لو حجمها صغير دي السرة يا جماعة اهي، دي السرة. تمام؟ يقول لك لو دي حجمها كبير تبقى ذكر، لو حجمها صغير تبقى أنثى، وده برضو مش مقياس وما لوش أي أساس. تمام؟ طب في بقى حاجة كمان يقول لك إيه؟ فتحة المخرج دي لو خط كده أهي، لو خط كده تبقى أنثى، لو مدورة تبقى ذكر. ده برضو ملوش أي أساس من الصحة، كلام غير حقيقي يعني. الله، يعني احنا كده مش هنعرف الذكر من الأنثى؟
لا، في طريقه فعلا مضمونه 100% لمعرفه الزغاليل، واقولها لكم في الاخر يعني. لكن احنا بنقول الاجتهادات اللي تنفع معانا، والاجتهادات اللي ملهاش اساس من الصحه. اللي ملوش اساس من الصحه: حجم السره، شكل فتحه المخرج، تمام، والغده الزيتيه. الثلاثه دول ملهمش اساس من الصحه، لا يثبتوا ذكوره ولا انوثه، والموضوع ده منهي يعني. الاجتهادات اللي احنا بنقول عليها اللي هي حجم الزغلول الكبير والزغلول الصغير، حجم الراس بالمنقار، حجم الراس بالمنقار لما يكون سيمبل كده وشكله لذيذ وبسيط، وخصوصا لما يبقى قص طالع مع بعضه وانت شايفهم الاثنين، بتلاقي دايما واحد ملامحه حنينه شويه، ده غالبا بيكون انثى. وركزوا في موضوع غالبا ده حاجه مش مؤكده، ده ممكن 70%، ممكن توصل 80%، لكن في 20 ممكن الموضوع يبوظ مننا يعني. انا هحكي لكم على قصه كمان انا عملتها شخصيا في اخر دي بقى، بتبقى بنسب عاليه قوي. ان اللون يعني، طبعا سيدنا بقى مش هيتكلم على اللحم الابيض بقى، اللحم الابيض ده طبعا الموضوع بيبقى فيه صعوبه شويه. هتكلم على اللحم الملون. يعني انا مثلا هعرض لكم دلوقتي فيديو لقص حمام انثى ميرسيس كولر وذكر تيتان احمر. لما طلعوا قص، انت بقى كغاوي لون القص بيشبه لون الاهالي بنسب عاليه جدا يعني. يعني مثلا هتلاقي فيه، اوريكم، شايفين الزغلول نفس لون الام دي تطلع نتايه بنسبه عاليه، واللون الثاني ده بنفس لون الذكر فهيطلع الذكر بنسبه عاليه. ده بالنسبه للون. الاجتهادات دي كلها بنسبه عاليه بتطلع زي ما احنا متوقعين، تمام، ولكن في الاخر برضه ممكن تطلع العكس، عكس ما احنا توقعنا، دي ما فيش فيها مشكله يعني. في بقى القصه اللي انا هحكي لكم عليها، ان انا من كتر شغفي ان انا ازاي ما اعرفش انا مربي طير، وازاي ما اعرفش الذكر من الانثى وهم صغيرين. دي حاجه كانت مضايقاني جدا يعني، فحاولت ابتكر حاجه. فبدات اي زغلول تطلع عندي بقيت اوزنها، طلع يوم كذا، وفي عمر 28 يوم باليوم بوزنها، واسجل رقم الدبله واسجل الميزان، تمام، واحطها على جنب لحد ما اجمع عدد كبير، واجي جاي فاتح الدفتر ومطلع مثلا 10 اجواز. ال10 اجواز دول انا كنت وزنهم كذا 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 كذا، اشوف الوزن العالي فين، 10 فرد وزنهم عالي اخدهم اذبحهم. ده كنت يعني من حوالي مثلا 3 سنوات الامر ده. اخد ال10 فرد اللي وزنهم عالي دول على سن الوزن العالي بيطلع ذكور، اجي اقسم الموضوع بالنص، اسيب الاوزان المنخفضه 10 فرد وزنهم الاقل اسيبهم اربهم على سن هم يطلعوا 10 اناث، ده فكر انا كده يعني، واذبح ال10 ذكور اللي هم انا فاكر ان دول ذكور. وللاسف الموضوع فشل ذريع. لما ذبحت ال10 فرد اللي انا عارفين ان هم ذكور، اللي كان حجمهم كويس، وربيت اللي حجمهم منخفض او بالنسبه للتانيين يعني حجمهم قليل شويه على اساس ان هم اناث، طلع 80% من اللي انا سبتهم حجمهم قليل طلعوا ذكور. واضطريت اذبح المجموعه كلها، لان طبعا انا هربي ليه ذكر ويكون حجمه قليل؟ ده هي لو كانت انثى كانت هتمشي حالها، لكن يطلع ذكر في الاخر، يبقى انا اصلا في الحجم الكبير ده في اناث اندبحت في الاول. طب انا ليه ما اسيبش ال20 قص على بعض، ولما اتاكد ان هم ذكور واناث 100% ابقى اذبح اللي انا عايزه وانقي بقى الحاجه المظبوطه. وده اللي المفروض يحصل اصلا معانا، ان احنا نربي الحاجه كلها وبعدين ننقي الحلو نربيه ونذبح الباقي. طيب الامر الثاني، عملت نفس الفكره في البيض. مجموعه حمام كبيره كلها لحم ابيض باضت، خدت البيضه الاولى وحضنت بقيه البيض تحت الحمام. يعني البيض الاولاني ده ما رقدتوش، ما اتحضنش اساسا، تمام، وخدت بقيه البيض اللي هو البيضه الثانيه فقط، حضنتها اتننت تحت بقيه الحمام. وللاسف برضو طلع ذكور واناث، وانا اللي خسرت البيض الاولاني يا جماعه، لا بالبيضه الاولى ولا بالحجم. احنا قلنا بنسبه يعني، ده اجتهاد مننا وبيصيب بنسبه وممكن يخطئ يعني. فما فيش حاجه مجزمه في موضوع ذكر والانثى في زغاليل الحمام الا حاجتين. الحاجه الاولى دي مضمونه 100% وهي التحليل.
دي الحاجة الوحيدة والمضمونة 100% لمعرفة جنس الزغلول في الحمام التحليل. ايه التحليل ده يا ابو صدام؟ اقول لكم التحليل ده مثلا فرد حمام زي كده اهو، ناخد منه ريشة كده اهي، ريشة زي دي يا جماعة، تمام اهي، نحطها في كيسة ونبعتها لمعمل تحاليل اللي هو DNA يعني، تمام. الموضوع ده بيجيب نتائج 100%. هو طبعا انت بتكتب برقم الحمامة او رقم العين وريشة من الزغلول ويقول لك ده ذكر ولا انثى. طب هو ينفع معانا كمربين حمام لاحم فرنساوي؟ هو مش هينفع لسبب واحد، ان سعره غالي شويه. يعني مثلا انا الزغلول الواحد بيتعمل له العينه مثلا ب 200 جنيه، ده غير مواصلاته بقى رايح جاي، مثلا لو في شركه شحن ولا مع سواق ولا حاجه هيصرف له كمان مثلا 100 200، فتبص تلاقي العينه صارفه 500 جنيه. اصلا قص الحمام اللحم الفرنساوي اللي هيندبح مثلا 300 جنيه. يبقى انا استفدت ايه؟ ما تخلوهم، انا ايه اللي يلزمني ان انا اشوفهم ذكور ولا اناث يعني واصرف عليهم 500 جنيه، هم مش ثمنهم الاصلي اساسا. طب امتى دي تبقى مفيده لناس بتربي حمام؟ لو حد بيربي حمام غالي جدا يا جماعه، يعني مثلا حد بيربي انواع مثلا من الزاجل بالوفات الجنيهات مثلا، وطلع عنده قص وعايز يعرف ده ذكر ولا انثى وهو زغلول، ده مش فارقه معاه، هيصرف مثلا 500 جنيه على الزغاليل عشان يعرف جنسهم. يعني ناس بتربي بغبغانات، عصافير غاليه، الحاجات دي هتكون حاجه غاليه قوي، فمش فارقه مع موضوع ال 500 جنيه ان انا اعرف الجوز ده ذكر ولا انثى يعني. دي الحاجه الاكيده والمضمونه 100%، لكن مش هتنفع معانا اصلا كمشروع حمام لاحم للذبح او كمربين للحمام اللاحم يعني. فده مش هينفع معانا عشان سعره غالي. طب الحاجه الثانيه اللي احنا قلنا عليها بقى، دي حاله استثنائيه لفصيل واحد من فصائل الحمام، وهي حمام التكسن. حمام التكسن الفصيل الوحيد في الحمام اللي نعرف منه جنس الزغلول وهو زغلول صغير. ليه؟ لأن اللي هجن الحمامة زمان واللي قائم عليها عمل لها ألوان مرتبطة بالجنس، فبقى الذكور لها ألوان وفي الغالب فاتحة، والإناث لها ألوان وفي الغالب غامقة. وعشان كده وهو زغلول بنعرفه ذكر ولا انثى، وده الفصيل الوحيد اللي بيتعرف منه ذكر ولا انثى في عمر الزغاليل. غير كده التحليل، وطبعا بالنسبه لنا حاجه غاليه جدا فمش هينفع نعمله. وفي الاخر موضوع معرفه الذكر والانثى في زغاليل الحمام كلها اجتهادات بتوصل ل 70-80%، ولكن ممكن الاجتهاد ده يطلع خطا. يا رب الفيديو يعجبكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.